الاسم رسيل محمود، الرئاسة المشتركة في مجلس الأبيض العسكري. بداية يعني كانت الأوضاع جيدة، خاصة في ظل التنظيم اللي كان سائد كإدارة ذاتية كمجلس عسكري. حتى الشعب كان راضي، حتى الشعب كان عنده الطمأنينة والأمان ويشعر فيه، وحقيقة كان هذا يترجم على أرض الواقع. لكن عندما دخل الاحتلال التركي عبث حتى في نفوس الأهالي، وهذا التأثير ترك تأثيرات سلبية كثيرة، خاصة على نفوس الأهالي اللي بقوا في الداخل. نحن كجبهة حاربنا، قاومنا حتى النهاية، ما استسلمنا، دفعنا شهداء كثير في هاي الحرب، دفعنا هاي الشهداء حتى نقدر نقاوم، حتى نقدر نكون قد هذا القرار اللي أخذناه في المقاومة من البداية. كشعب يرفض الاحتلال، كشعب يرفض اغتصاب الأرض والعرض. نحن كأهالي عرب في هي المناطق العربية وكشعب عربي نرفض الاحتلال التركي العثماني، لأنه نحن نعرف التاريخ حكى قبل شو صار لما اجى الاحتلال وفرض هيمنته وسيطرته على الشعب. لذلك الآن الشعب أبدا مو قدران حتى أنه يحل أمور معيشته، يعني على مستوى انقطاع الكهرباء، على مستوى انقطاع المياه، على مستوى غلاء المعيشة، على مستوى الحرب النفسية اللي عم بيمارسوه عليهم في الداخل. يعني الآن الشعب في حالة يرثى له، حتى الشعب يرفض هذا الاحتلال، ونحن قررنا من قرار الشعب. طبعا نحن كقوات في حماية المرأة أو كوحدات من حماية المرأة، قرارنا كان مثل قرار الشعب، المقاومة، قاومنا، صمدنا، كنا مع الشعب يعني كتفا بكتف، أخذنا أماكننا في الموزيات. كان قرارنا هو المقاومة والدفاع عن الأرض والشعب. فلذلك نحن كمرأة أخذنا قرارنا من البداية لما رفضنا الذهنية السلطوية اللي كانت موجودة في المجتمع. قبل ما ننتسب ما كنا نعرف هي الحياة وشو هي الحياة العسكرية وما هو السلاح، لكن من بعد انتسابنا عرفنا أنه المرأة كمان قادرة أنه تمسك أماكنها وتأخذ أماكنها في الجبهات، تكون قادرة على حمل السلاح، تكون قادرة عن الدفاع عن الشعب والأرض. نحن اليوم كمرأة بدي أحكي باسمي وباسم كل مرأة في وحدات حماية الشعب، بطلب وبنده كل مرأة كانت من قبل وعاشت وعاصرت ظلم الداعش وشافت الحقيقة، أنه تقوم، أنه تقدر تكون صاحبة الإرادة والقوة والشجاعة، وبقولها أنه هذا الوقت هو وقت انتفاضة المرأة، لأنه المرأة بعد ما أخذت أماكنها ودورها في المؤسسات، في الجبهات، في المدارس، كمرأة متعلمة، حتى الأم في داخل منزلها أخذت مكانها، عليها أنه ترفض مرة أخرى يتخذ منها هذا الدور، يتخذ منها هذا المكان اللي قاومت لأجله ودفعت منا الشهيدات ثمن دمائهن لحتى وصلنا لهذا المكان اللي قدرنا نكون فيه صاحبات الإرادة والقوة والشجاعة، وناخذ أماكننا في كافة المجالات السياسية والعسكرية وحتى المدنية بكافة اختصاصاتها.